مدفع رمضان. نبدأ بالفقرة الأولى وهي الحالتين، الحالة القدرية والحالة النصيب. الحالة القدرية النهاردة احنا حطينا صفة وقلنا هنقابل مين صاحب النصيب اللي بتتوفر فيه الصفة دي أو بتتوفر فيه الحاجة دي أو الطلب اللي احنا قررناه، وهو بمناسبة إن شهر رمضان الكريم موافق نفس شهر عيد الأم، فآخر مكالمة عاملها حد لمامته كسب، سواء راجل أو ست. هنسأله نقول له مين آخر حد اتصلت بيه وورينا تليفونك. طلعت ست الكل كسب. ايه يا رمضان، 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 انا بدي ابنك كلنا سنة وانت طيب، انت الصحة والسلامة. هتلاقي في حد غالي عندك يستاهل أكتر، هتلاقي بينكوا حكاوي كتير وسنين جايين ازاي حضرتك؟ عامل ايه؟ حبيبي انت رايح فين؟ انا من دسوس سيدي ابراهيم. احسن ناس. ازاي حضرتك؟ كنتوا طيبين. مين اخر حد اتصلت بيه؟ انا كده بنتي بنوتك اخر واحد اتصلت بيه. اه مين اخر حد اتصلت بيه؟ يابا ماشي يابا. والدتك. مبروك يا حاج. تكسبت. احنا مسابقتنا اخر مكالمه اتعملت للام بمناسبه ان شهر رمضان في مارس في شهر عيد الام كسبت. الف مبروك. الف مبروك. دي هديتنا لست الكل، والدتك ليكي. انا والسودة ليكي كل ده أكتر من اللي بينا في إيدي كبيرة، ناس حكايتنا وأكتر من كل ده إيه. 1000 جنيه يا كمان. دي هديتكم بمناسبة عيد الأم، وما تنسيش هديتها يوم عيد الأم. ايوه طبعا. ما تنسيش لأن هي أمك الثانية برضه. كل سنة وأنتم طيبين. بجد والله، والله العظيم. أنت ليه بتعيط؟ انا مش بعت. ليه مش مصدق؟ اقول لك ليه بعت ليه؟ لان انا اكرمت بنتي النهارده، قلت لها جميع طلبات جوازك هجيبها لك. الله. والله هذا عسل. عايزين نسمع زغروط. والله العظيم انا قلت لبنتي انها هجهزك من الالف للياء وهجيب لك كل اللي انت عايزاه. والله انت اب جميل. وانا عايز اقول ان احنا مدفع رمضان ده قائم على القدر والحظ. ربنا اللي اختارك مش احنا. ده قدر ونصيب. مدفع رمضان. بوم. الف مبروك. هتلاقي بينكوا حكاوي